طفلي بيضرب اصحابه في الحضانة مع ان انا مش بضربه. ده بيكون ايه الاسباب؟ بصوا، الطفل الصغير ممكن يضرب يمد ايده عشان ببساطة مش عنده لغة تانية يعبر بيها عن حقه غير انه يمد ايده. ايدي اسرع من بقي علشان عايز ياخد حقه. لعبة اتاخدت منه فايده اسرع من بقه فيمد ايده. حد ضايقه ايده اسرع من بقه فيروح ضربه او شده. فايدي اسرع من بقي، فكتير قوي بتكون الضرب لغة أنا بحاول أعبر عن نفسي بيها. طيب هعمل إيه؟ رقم واحد، في الحضانة نحاول نلاحظوا إيه اللي قبل، حتى بالكاميرات إيه اللي حصل قبل. فاللي حصل قبل ده هاخده، مثلا هاخده واعمله موضوع للمناقشة مع ابني أو موضوع لنشاط. بمعنى عرفت مثلا إنه ابني لما اتاخدت اللعبة بتاعته ضرب، أقول له تعالى نتعلم، نقول له هات لعبتي بتاعتي. هقول للميس هديله معجم، فأنا علمته يستخدم بقه. أو لو طفل تاني زقه اقول له حاسب، خبطتني، فانا اديت له معجم. فكل ما ببدل الحدث نفسه او اشوف الحدث نفسه وابدل الرد الفعل حسب ما يناسب الطفل ويناسب اللغه بتاعته المنطوقه، ده هيفرق معاه جدا، هيهدي رتم الضرب. لانه في السن الصغير الطفل اللي بيمد ايده بالرغم ان البيت مش بيمد ايده ولا بيزعق، ده معناه ان الطفل ده مش عارف يعبر عن نفسه. فانا بديله معجم، بديله وسائل مختلفه يعبر بيها عن نفسه. اعمل بقى تمثيل في البيت، اعمل رول بلاي، اعمل سكتش، واعمل مواقف، حد زقني، حد خطف مني الكوره، حد خطف مني اللعبه. احاول اقول حاجات وطفل يقول ورايا، وادربه على المهاره دي. مع الوقت هتلاقيه بيستخدم بقه اكتر بكتير ما بيستخدم ايده. ونقول للحضانه ممكن لو تقول لنا مثلا خلال الكاميرات اللي بيحصل قبلها، هنلاقي في موقف قبل هو اللي بيوصله للحاجه دي.